السلام عليكم. النهارده ان شاء الله نبدا نتعلم حركه الهاند ستاند. وحركه الهاند ستاند واحده من اهم الحركات اللي بتحتاج 3 حاجات مهمين لازم تكون عارفهم قبل ما تبدا تعمل الحركه دي. اول حاجه ان انت محتاج يكون عندك توازن علشان تقدر ان انت تحافظ على ثبات جسمك اثناء الحركه او انت بتعمل الحركه. رقم 2 انت محتاج يكون عندك مرونه في عضلات الكتف او عندك مرونه بشكل عام خاصه في عضلات الكتف وعضلات الكور. ولازم يكون عندك تالت حاجة القوة العضلية علشان تقدر ان انت تشيل وزن جسمك وانت واقف على ايديك، وتقدر برضو ان انت تدفع جسمك عشان يرفعك وتقف على ايديك. قبل ما نأدي الحركة اول حاجة نبدأ نعملها نبدأ نسخن جسمنا او نعمل شوية احماءات ونعمل شوية استرتشات للعضلات علشان نقدر ان احنا نأدي الحركة بشكل كويس. تعالوا بينا نشوف التمارين. أول حاجة هتبدأ تسخن جسمك من خلال الجري في المكان بالشكل ده. بعد كده هتعمل جامب في مكانك وتنزل على مشط رجليك بالشكل ده. بعد كده هتعمل فتح وضم لرجليك مع الذراعين بالشكل ده. بعد كده هنعمل شوية استرتشات للمعصم علشان لما تحمل وزن جسمك على ايديك في الحركة ما يحصلش اصابة. هتبدأ تلف ايديك بالشكل ده وبعدين العكس وتبدأ الايد التانية، ونفس الكلام ده هتبدأ تعمله في مفصل المرفق. بعد كده هتثبت ايديك بالشكل ده وتشدها لورا، وبعد كده هتعكس ايديك وتشدها لتحت. بعد كده هتمسك كوعك بايديك وتبدأ تضغط على الجنب يمين وشمال بالشكل ده، وبعد كده هتبدأ تضغط لورا. بعد كده هتعمل التمرين ده وهتنزل تضغط بجسمك لتحت وتطلع تلف وسطك لفوق. بعد كده هتعمل التمرين ده، والتمرين ده من افضل التمارين اللي بتشتغل على المرونة في مفصل الكتف. بعد كده هتبدأ تغير وضع جسمك وتشتغل بالشكل ده. وممكن تأدي نفس التمرين ده على الأرض بالشكل ده وانت في وضع السجود. بعد كده هتعمل تمرين البوش اب علشان تتعود انك تحمل وزن جسمك على دراعك وتقوي دراعك. بعد كده هتبدأ تعمل التمرين ده ودراعك جوه الركبة، وتبدأ ترفع جسمك على دراعك بالشكل ده وتحاول انك تثبت في الوضع ده. وممكن تصعب التمرين شوية وتطلع دراعك قدام الركبة بالشكل ده وتحاول ترفع جسمك. بعد كده هتعمل التمرين ده وحاول تخلي جسمك عمودي على الأرض وتثبت في الوضع ده شوية. بعد كده هنبدأ ندخل على الحركة، ولو انت خايف تعمل الحركة او خايف ان انت تقع فهتبدأ ان انت تعمل الحركة قدام الحيط بالشكل ده علشان لو وقعت لورا تلاقي الحيط تسندك. ودايما لازم تكون مأمن نفسك ويكون في مراتب تحتك علشان لو وقعت ما يحصلكش إصابة. وهتفضل تكرر التمارين دي لحد ما هتلاقي نفسك بدأت تتحسن واحدة واحدة. وده الشكل النهائي للحركة. وهنا هتلاقي مشط القدم مفرود والكعبين مضمومين على بعض،
والذراعين باتساع الكتف، وصوابع الايد مفرودة عن بعضها علشان اقدر اعمل توازن، والجسم بيكون على استقامة واحدة بالشكل ده. واخيرا افضل كرر التمارين دي لحد ما تلاقي الحركة بتيجي معاك واحدة واحدة، وهتبدأ ان انت تتحسن. الموضوع محتاج تمرين ومحتاج شغل علشان تبدأ ان انت تتقن الحركة. وبس كده.